بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا ماشي النهاردة بصيت لقيت عمال على سقالة عالية قوي، يمكن دور السادس أو السابع. فخطر في بالي، قلت مش ممكن واحد فيهم يقع ويموت لا قدر الله. طبعا دور سابع، يعني إيه اللي هيحصل لو وقع؟ هيموت ممكن، على الأقل اتكسر. طيب ده مين اللي هيصرف عليه وهياكل منين وأهله هياكلوا منين؟ على عجل كده، يعني بقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية إن زي ما الموظف له حق يا جماعة في التأمين وفي العلاج، ليه الشخص العادي اللي هو الحرفي أو اللي مش شغال في حكومة أو قطاع عام أو خاص، يعني شغال مع نفسه، عامل أو شغال أجري أو شغال بياع أو شغال أي إنسان عادي، ليه مش من حقه إن هو يأمن على نفسه؟ وبعدين مش يأمن على نفسه بس، والحكومة تدفع له زي ما بيدفع، كأنه موظف بالظبط. ليه؟ مش ده برضه حق المواطن؟ مواطن على أرض مصر، كل الناس متساوية يا جماعة. مش اللي شغال في الحكومة له كل المميزات واللي مش شغال في الحكومة ليس له أي ميزة. ما ينفعش، حرام ومش عدل. ده بالعكس، القطاع الخاص ده هو اللي يعتبر يعني ضرايبه هي المغطية نفقات الحكومة. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى الشؤون الاجتماعية أو وزارة التأمينات تعمل بالموضوع ده إن شاء الله، إنها تأمن على ال ال يعني اللي مش شغالين عند حد، اللي هم شغالين حر، حرفي، صنايعي مثلا، نجار، سباك، نقاش، بائع، سريح، جوال. أي إنسان عايز يأمن يدفع مثلا 10 جنيه كل شهر، الدولة تدفع له معاه 10 جنيه كل شهر. يدفع 20، الدولة تدفع له 20، بحيث يحصل أي حاجة يبقى له تأمين صحي، يبقى له لأسرته نفقات جنازة، يبقى في معاش. ده أقل واجب يا جماعة. فين دور الحكومة؟ ربنا يعين إن شاء الله. نتمنى من الله التوفيق ويعينهم إن شاء الله في نفقات بإذن الله. شكرا.